لا تكون مواطن عويل. من هو المواطن العويل؟ هو المواطن العويل اللي مش قادر يدافع عن بيته، مش قادر يدافع عن مربعه السكني اللي بيزيلوه علشان هو داخل في زمام خريطة إسرائيل الكبرى، فمقرر له إنه يكون فيه سكان جدد. straight to the point. النهاردة الصبح وصلني إعلان ودخلت تقصيت عنه ولقيته حقيقي مكتوب: شقة سوبر لوكس في القاهرة الجديدة، 163 متر ب81 مليون جنيه، 81 مليون و500. لما عملت ديفايدد قسمت الرقمين على بعض لقيت المتر ب500 ألف جنيه. المتر ب500 ألف جنيه فيما يسمى القاهرة الجديدة اللي هي الظهير الصحراوي للقاهرة. ما بالكوا بقى مساكن السيدة عيشة اللي هو اداها للامارات دلوقتي عنوة كده وسرقة من اهلها سكانها الاصليين. ما بالكوا بقى جزيرة الوراق، المتر يا جماعة بيبيعوه متر شقة ب500 ألف جنيه مصري. ما بالكوا بقى متر الأرض اللي هو 10 أضعاف متر الشقة. يعني انتوا النهاردة بتتكلموا على متر تمنه ملايين. خلينا نقول يا سيدي المتر تمنه 500 ألف جنيه. يعني الناس اللي في مساكن السيدة عيشة اللي رموهم يا عيني بره الورثة، اللي سرقوا أرضهم وقالوا لهم المتر ب1200 جنيه، والناس اللي في الوراق المتر اللي خدوه ب1200 جنيه ورموا الأهالي بره، ده مش هيكفيهم حتى معيشة وإيجارات لمدة سنة. في حين إن الدولة لو واخدة منك مثلا، خلينا نتكلم على نفس الرقم 163 متر، خلينا نتكلم على نفس الرقم بتاع الشقة اللي في الظهير الصحراوي 163 متر، يبقى 163 متر ب81 مليون و500. 81 مليون. هو احنا فين يا جماعة؟ لا، واخدين بالكم انتوا يعني احنا يعني مأهولة أقل من 10% من مساحة مصر بالسكان، 8.5% بالظبط، أقل من 10%، وهم بيبيعوا 91.5%، وكمان جايين يحاربونا في 8.5% ويقسموها ويبيعوها طبقا لخريطة برنار لويس. يجرف مقابر إسلامية قديمة أثرية، يهدوا القلعة في نصاص الليالي. بيهد القلعة اللي كانت بتسمى قلعة الصليبين بتتهد، دي أثر بتتهد، جايب لها لوادر وبيهدها في نصاص الليالي. بيدخل على بيوت الناس زي الهجامة كده، زي الهجامة. أنا عايزاكم تتعاملوا معاهم إن هم قوات احتلال، شرطة وجيش، منظمتين إرهابيتين، أوساخ عليكم معرصين، هتكتبوا